ربعي النهارده في الرياض كنت معزوم على الفطار عند خوياي سعوديين بطنيخ، وكان معانا امراء يعني 3 امراء. انا ما كنتش عارف اعمل طبعا ايه. يا جماعه جبت لهم ايه معايا؟ شويه مناديل، كوبايات، نسكافيه، شاي، نعناع، شويه حاجات يعني خير ربنا يعني. طبعا انا لما قربت وشفت البيت ما شاء الله خليت الحاجات في السياره ونزلت. بص حضرتك، الناس كانوا قمه في الكرم والتواضع. انا ما كنتش عارف مين الامير ومين العادي، يعني الناس كلها كانت اميره بصراحه باخلاقها واسلوبها. الفطار كان على شوطين، اول حاجه التمر والقهوه، وبعدين دخلنا بقى على الفطار. ما شاء الله كل الاصناف اللي انت ممكن تتخيلها. امال يا جماعه ضحكتوا عليا وقلتوا لي بناكل سمبوسه بس ليه؟ ما شاء الله يا جماعه كان في لجيمات وشوربه وكبده، واكتر حاجه حبيتها في السفره بصراحه حاجه اسمها جيب التاجر او بنت التاجر او خاله التاجر، انا مش عارف، كان طعمها جامد مره بصراحه. طبعا في الاول كنت مستحي، وبعدين حسيت ان انا وسط اهلي والكرم. انا ما شفتش كده، الناس ما بتخلكش تمد ايدك، ما بتلحقش، كل شويه يدوك حاجه، كل شويه يدوك حاجه. ما شاء الله ما شاء الله، كتر الله خيرهم وطيب الله فالهم والحاجات الحلوه دي كلها. خدت راحتي بقى وقعدت اتمشى في البيت. ما شاء الله، قولوا ما شاء الله يا جماعه، قولوا ما شاء الله، اذكروا الله. البيت ما شاء الله من جوه تحفه، ولقيت شجره ال سعود بصراحه ما شاء الله حاجه تشرف، حاجه تشرف من اول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانا مش عارف اقول ايه واشكرهم على اليوم الجميل ده، بصراحه احلى يوم في حياتي. واديناكوا احلى لايك، وكان معانا مشاهير من السناب كمان.